لأنها تخرج من الشرك وتصبح من جنس المنهي عنه، تصبح من جنس غير المنهي عنه. إذا كان كذلك فكيف إذا اعتقد حاملها أنها تصرف عنه السوء وتجلب له النفع؟ أولا التميمة إذا كانت بالقرآن الكريم أو بالأذكار التي تعلق غالبا على الصبيان في دفع العين، فهي محل خلاف. إذا كانت بالقرآن الكريم وبالأحاديث وبالأذكار محل خلاف بين أهل العلم، بل أنه في خلاف حتى عند الأوائل، يعني عند السلف، فرخص بعض أهل السلفيين ومنع البعض الآخر. الذين رخصوا في ذلك مستندهم الآية قوله تعالى: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهذه الآية عندهم أن القرآن شفاء ورحمة. أما عند المانعين فيرون أن الآية لا يمكن أن يستدل بها على هذا الوجه، إنما هي محمولة على صفة خاصة، وهي سورة خاصة، وهي قراءة بالقرآن والنفس، لأن النفس له علاقة بالمرض، أما التعليق فليس له علاقة بالمرض. لهذا يرون أنه لا يصح مثل هذا التعليق. معلوم أنه إذا اختلف الصحابة في أمر فينبغي والحال هذه أن يصار إلى أو يتخير من أدلتهم، يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. والأظهر عندي أنه المنع، تمنع التميمة ولو في القرآن الكريم لما يترتب عليها من مفاسد ولا شك، وخاصة كما ذكرها هنا أنه يتعلق بها معلق لها، يتعلق قلبه بها ويصير في غفلة عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، ويصرف قلبه عنه. لأن المعروف أنه ولو كان هناك يعني سبب صحيح، سبب شرعي صحيح في العلاج مثلا كالدواء، وتعلق الإنسان قلبه بذلك السبب وهو بعيد أو في غفلة عن المسبب، أو هو في غفلة عن أو طرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى، إن هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. كذلك هنا يقال لما قال فكيف إذا اعتقد حاملها أنها تصرف عنه سوء تجلب له النفع، يعني تعلق قلبه بذات الشيء ولم يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وهو المؤثر في المرض أو في إيجاد المرض. ماذا هو المؤثر؟